بيبدأ فيلمنا في عالم الجن، وفي العالم ده كانت أميرة الجن متعلقة بعالم البشر جدا لحد ما في يوم هربت للعالم ده. وأول ما خرجت اتعمت بسبب أشعة الشمس وجالها فقدان ذاكرة، والأميرة نست كل حاجة حتى المكان اللي جت منه لحد ما في الآخر ماتت. ومع كده فضل أبوها الملك ملك الجن عنده أمل إنها ترجع من تاني حتى لو في جسم تاني، وإنه هيفضل مستنيها لحد اليوم ده. ودي بقى هي أوفيليا وأمها كارمن اللي كانت حامل. ولما نزلت من العربية راحت أوفيليا ولقت حجر غريب، فقامت واخداها لعند التمثال ده وحطته مكانه علشان تخرج حشرة منه. فتنده لها الأم علشان يمشوا، بس تقول لها إنها شافت جنية، لكن أمها ما صدقتهاش. ودي بقى متجوزة من قائد الحملة اللي بيحتل أسبانيا، وكمان حامل بعد موت جوزها الأولاني واللي بيكون أبو أوفيليا. ولكن دول لما مشوا راحت وراهم الحشرة، وده هو القائد زوج كارمن، واللي طلب منها ما تتعبش نفسها أبدا وتقعد على الكرسي المتحرك علشان صحة الطفل. ولما جت تسلم عليه البنت عاملها بطريقة وحشة جدا، وكان من الواضح إنه مش بيحبها. وبنشوف إن البنت بتلاحظ وجود الحشرة من تاني، وفضلت تجري وراها لجوه الغابة لحد ما وصلت لعند مدخل المتاهة الغريب والمرعب. فجت مرسيدس الخادمة تنده عليها وقالت لها إنها متاهة قديمة موجودة من زمان، ولكن القائد بينده عليهم. ومرسيدس بتقول لها أبوك يعوزنا، فالبنت بتقول لها إنه مش أبوها أصلا، أبوها مات من زمان، وبرضه الحشرة لسه موجودة. وهنا بقى القائد كان عمال بيخطط للقضاء على القوات اللي هم الأهالي اللي بيقاوموا، وطلب من مرسيدس إنها تنده للدكتور اللي كان موجود عند الأم اللي كانت صحتها في النازل. وبعد كده بارا بتطلب منه المساعدة لشخص، وبتقول له إنه رجله مصابة جدا، فادالها علاج ليه ومشى. والبنت هنا كانت شايفة وسامعة كل حاجة، وتروح بعدها لعند أمها، بس المكان كان مخيف جدا ومليان بالأصوات المرعبة. بس بتقول لها أمها إن دي رياح بس، وبعدها بتنام لحد ما وصلت الحشرة دي من تاني لعند الشباك. وفي نفس الوقت ده راح الدكتور للقائد، واللي كان عمال يقول ابني عامل ايه، فقال له الدكتور انه كويس لحد دلوقتي، وبيقول له ان كانت مراته وما كانش المفروض انها تسافر بصحتها دي. فبنعرف ان هو عاوز ابنه يتولد في المكان اللي هو موجود فيه. وطلع بعدها لعند الجنود واللي لقوه شخصين في الغابة، وفكروا انهم من قوات المقاومة، بس قالوا له انهم كانوا بيصطادوا ارانب، ولكنه ما صدقش كلامهم وقتل ابنه وبعدها الاب بدون اي رحمة. لكن بعدها بنكتشف ان فعليا في ارانب موجودة في الشنطة، علشان نعرف هنا بقى ان القائد ده مش عادل ابدا، وكمان قائد ظالم ومش بيفرق معاه الدم. وبعد كده بتقوم اوفيليا من النوم على اصوات مرعبة، وبتلاقي ان في حاجات عمالة تتحرك في الضلمة، وكانت خايفة منها لحد ما ظهرت الحشرة من تاني وقربت لعندها. فسألتها انت جنية؟ وتقوم مورياها صورة الجنية وتقول لها هي دي. فتقوم تحول الحشرة فعليا لنفس الشكل اللي كانت موجودة في الصورة، وبتطلب منها انها تروح معاها لعند المتاهة المرعبة. وفضلت ماشية وراها لجوه لحد ما وصلت لقلب المتاهة، وتحديدا عند مدخل العالم السفلي. وفضلت بقى تنزل لتحت لحد ما وصلت للقاعة، واللي هي كمان فاضي فيه حجر غريب. فبيظهر مخلوق أغرب وبيفضل يقول لها ما تخافيش، ووراها جنيات كتير، وبيقول لها إن هو ملك الغنم خادمك يا أميرة أوانا. وبيقول لها إن أبوها هو ملك العالم السفلي، بس بتقوله إن أبوها مات، ولكن قال لها أهلك مش بشر، وفي علامة كده في كتفك الشمال علامة هلال، وإن العلامة دي بتأكد كلامي. والملك طلب مننا نفتح بوابات في جميع أنحاء العالم علشان تقدري ترجعي من تاني، وإن دي هي آخر بوابة، بس لازم الأول نتأكد من روحك وإنك مش فانية زي البشر. وعشان نتأكد في 3 مهمات لازم تتعلميهم من البداية. وافتحي بقى الكتاب ده علشان تعرفي إيه المطلوب منك. بتفتحه وما بتلاقيش أي حاجة فيه، وبتشوف إن الوحش اختفى خالص. وبعدها القائد قال لمرسيدس تاخد الأرانب علشان تطبخهم على العشاء، لأنه كان عامل عزومة. فرحت بعدها للمطبخ، وكانوا عمالين يقولوا عليه إنه متعجرف وكمان بيكرهوه. أما أم أوفيليا فبتديها فستان، وبتقول لها تلبسه في الحفلة بتاعة الليلة، وكمان بتقول لها إنها لما كانت في سنها كان نفسها قوي إنها تلبس فستان زي ده. فتقوم داخلة الحمام علشان تفتح الكتاب لوحدها، وفعليا
وتلقائيا بدأ الكلام يظهر من تاني في قلب الكتاب، وبتعرف منه المطلوب ده، غير إنها بتلاقي العلامة موجودة على كتفها، وبتقول بها إنها أميرة. وبعد كده راحت مع مرسيدس علشان يحلبوا البقر، وقالت لها إنها مؤمنة بالجنيات، وحكت لها على اللي هي شافته في المتاهة، لكن بتفتكرها مرسيدس إنها بتهزر معاها. والقائد بقى ياخدها مع المخزن، وبياخد منها المفتاح علشان يتأكد إن مفتاح المخزن معاه هو بس. وبعد كده بنشوف دخان في الغابة، وبيعرف إنهم المقاومة، وبيقوم على طول رايح لعندهم. وفي نفس الوقت ده بتروح البنت للغابة علشان تنفذ أول مهمة ليها، واللي كانت عن طريق غصن شجر قديم وضخم. وبنعرف إنها لازم تحط باقي الأحجار دي في بطن الضفدع العملاق علشان تقدر إنها تاخد المفتاح الذهبي منه. فسابت الفستان بره علشان ما يتوسخش ودخلت له جوه، ولكن الجو كان رياح وعاصف، وهي فضلت تزحف للمكان المرعب اللي كان مليان حشرات. وفي نفس الوقت ده وصلوا لعند النار، بس ما لقوش أي حد، ولكن لقوا علاج وعرفوا إنهم بيراقبوهم. وفضل يقول لهم تعالوا خدوا العلاج بتاعهم، بس ما حدش ظهر له، وعلى طول رجع من تاني. وهنا بقى كانت المقاومة. أما البنت كملت ماشي في الطين لحد ما لقت الضفدع العملاق واقف وراها، فبتقول له إنها الأميرة موانا، وإنها مش خايفة منه. فبياكل الحشرة اللي على وشها، وبعد كده بتلاقي حشرة في إيدها وبتعمل زي الحجر علشان يبلعها مع الأحجار. فبيطلع الجسم المقزز ده من جسمه إزاي مش فاهمة، علشان تاخد المفتاح الذهبي. وبسرعة بتطلع بره، ولقت الفستان متغرق في الطين، والمطر بيزيد الطين بلة. وبعدها بيوصلوا المعازيم، والأم ما كانتش لاقية أوفيليا، فبتقوم رايحة مرسيدس في الدايرة علشان تتواصل مع المقاومة بإشارة الضوء، لحد ما لقت إن أوفيليا جاية وكمان متوسخة بالطين. وبتتضايق جدا، وبتقول لها تنام الليلة من غير عشاء، وبتقول لها إنها خيبت أملها وأمل والدها. وبعدها بتوصل الجنية وبتقول لها إنها خلاص جابت المفتاح، وتقوم رايحة معاها لعند المتاهة علشان تروح وتقابل ملك الغنم من تاني، واللي كان مبسوط جدا إنها جابت المفتاح، وقال لها خليه معاكي علشان هتحتاجيه بعد كده. وبيقول لها إن بقى فاضل لها مهمتين علشان تكملهم، وإنها لازم تكملهم قبل اكتمال القمر علشان تكون الأميرة. فبتقول له أصدقك إزاي؟ فبيقول لها إيه اللي يخليني أكذب عليكي؟ أما القائد فبيروح للمخزن علشان يوزع الأكل على المواطنين الغلابة. وبتروح البنت الحمام وبتفتح الكتاب من تاني، ولكن المرة دي بتلاقي دم. ولما خرجت لقت إن أمها تعبانة جدا، فبتقوم تروح بسرعة للقائد. وبعدها الدكتور بيقول لها إن لازم البنت تنام في مكان تاني علشان الأم تعبانة جدا. وبتسأل مرسيدس وبتقول لها أنت بتساعد المقاومة، بس مش هقول لأي حد علشان مش عايزاكي تتأذي. وبعد كده بتروح تطلع الحاجات اللي كانت مخبياها، وبيروحوا هما الاتنين لعنده المقاومة. وبيقول لها الدكتور إن لو أي حد عرف هنموت، وده بقى هو بيدرو أخوها زعيم المقاومة. وراح ملك الغنم لعند البنت وقال لها إنها ما نفذتش المهمة، فبتقول له إن أمها كانت تعبانة جدا، فبيديها جدر سحري وبتقول له تحطه في اللبن وتسيبه تحت السرير للأم مع نقطتين من الدم. وبيقول لها يلا انجزي علشان القمر قرب إن هو يكتمل. وبيقول لها كمان خلي الجنيات دي تساعدك، وإياكي إنك تاكلي من الأكل اللي موجود في المكان اللي انت هتروحيه، وحياتك هتعتمد على كده. أما دول وصلوا خلاص لكهف المقاومة، ووزعت عليهم باقي الحاجات اللي كانت سرقاها من المخزن. والشاب ده كان عمال بيقرأ في جرايد، لكنه عمال بيتهته، والمشكلة إن رجله مفيش منها أمل، وإنها لازم دلوقتي تتقطع. أما البنت فتحت الكتاب علشان تعرف المهمة، وبالتباشير اللي أخدته من ملك الغنم ترسم باب سحري، والجنيات هتدلها على الباقي، ولازم بقى ترجع قبل ما تخلص الساعة الرملية. والمكان ده كان مخيف جدا. فضلت تمشي لحد ما وصلت لعند المائدة اللي كانت مليانة أكل. وبعد كده لما بتوصل بتلاقي موجود وحش مرعب عيونه موجودة في الطبق، وكان واضح انه عمال بياكل الأطفال من الصور دي. والظاهر انها مش أول بنت توصل لهنا، فطلعت الجنيات وشاورت لها على المكان المطلوب فتحه، بس بتقرر انها تفتح الصندوق التاني، وفعليا لقت فيه الخنجر الذهبي. ولما جت تمشي ضعفت قدام الأكل، وحاولت الجنيات انها تمنعها كتير بس من غير فايدة. وبعد كده بتاكل علشان يفوق الوحش المرعب وياخد عيونه في كف ايده. وبتحاول برضو الجنيات من تاني انها تمنعه، لكنه اكل الاتنين. وفضلت البنت تجري، بس كان فات الاوان والوحش كان جاي خلاص. فطلعت ورسمت باب فوق، وقدرت انها تطلع منه قبل وصوله. وبعدها مرسيدس بتدي نسخة من مفتاح المخزن لاخوها، وبتروح اوفيليا وبتحط الجدر في اللبن على طول، وبتدب فيه الروح وبيفضل يتحرك زي امه بالظبط، كأن هما الاتنين تواصلوا مع بعض. وبتقوم حطاه تحت سريرها مع نقطتين من الدم. لكن وصل الدكتور وقال للقائد ان صحتها
وعمالة بتتحسن. فبيقوم القائد قايل للدكتور لو انت مضطر انك تختار حد واحد تنقذه فاختار ابني. اصيل قوي القائد ده. وبيقول للدكتور سيبك منها. وبعد كده بيسمع صوت انفجار، ولما راح لهناك لقى قطر متفجر، بس بيلاقي ان المقاومة هي اللي فجرته. ما اخدش حاجة من هناك خالص، كأن هم عمالين بيغفلوه مع حاجة تانية. وبعد كده حصل انفجار عند المعسكر، وكانت المقاومة بتهجم على المعسكر واخدت كل المؤن اللي موجودة في المخزن. ولما راح لهناك لقى ان القفل كان مفتوح وانه مش مكسور، وده معناه ان في حد معاه المفتاح، لحد لما خلصوا على كل اللي موجودين وقدروا انهم يلاقوا واحد لسه حي، وده هو كان الشاب اللي كان عمال بيتهته. ولما عرفت مرسيدس انه مسكوا حد قامت رايحة لهناك بسرعة. ولما وصل القائد قالت له انها عايزة تاخد حاجة من المخزن، والحاجة اللي كانت مرسيدس متعودة عليها انها لما بتخلص الشغل بتاعها في المطبخ كانت بتشيل السكينة بتاعتها في هدومها. اما القائد فقال له لو قدرت انك تعد لحد 3 من غير ما تتهته هنسيبك تمشي. فحاول يعد وفعليا عد لحد 2 وما قدرش يقول 3 للأسف، وعلى طول ضربه بالشاكوش. ووصل بعدها ملك الغنم عند بيت البنت، وبنعرف ان الجنية اتاكلت، والجنية الأخيرة بتقوله على اللي حصل وانهم في وضع صعب جدا. واتعصب جدا انها اكلت من الفواكه، مع انه قال لها ما تاكلش ابدا، وقال لها خلاص ما بقاش ينفع انك تكوني الأميرة، هتفضلي زي البشر وهتموتي زي البشر. وفي تاني يوم القائد جاب الدكتور وقال له عالج الرهينة المصابة، بس بيلاقي ان موجود مع الدكتور نفس العلاج اللي كان لقاه عند المقاومة. وبعد كده المصاب طلب من الدكتور ان هو يريحه ويقتله، وبيديله الدكتور حقنة تموته. وبعد كده القائد بيروح يشوف نفس العلاج وتأكد من كده، فطلع لعند البنت وسحبها من تحت السرير. وبعد كده بيلاقي الجدر الغريب، وفضل يزعق لها علشان تفكيرها باظ بسبب القصص والخرافات اللي هي بتقرأها. دافع عنها أمها، لكنه بيقول لها شوفي بنتك كانت حاطة إيه تحت السرير. ولما حكت لأمها ما صدقتش أي كلمة منها. وبعد كده بترمي الجدر في النار وهو بيفضل يصرخ وبيتعذب، والأم كمان فضلت تتعذب معاه. وبعد كده القائد بيلاقي إن الدكتور قتل الرهينة وقال له أنت ما سمعتش كلامي. ولما جه يمشي خلص عليه وعرف إن كارمن بتولد، لكن للأسف ماتت. بعدها جاب الولد ودفنوها. وبعد كده ساب الطفل في الغرفة بتاعته وسأل مرسيدس عن الدكتور، وبدأ يحقق معاها وقال لها انا عاوزك تروحي تجيبي لي حاجه من المخزن. ولما جت تمشي بيقول لها انت ما نسيتيش اي حاجه؟ المفتاح مش المفروض ان هي دي النسخه الوحيده واللي موجوده معايا انا بس؟ وبيقول لها انه لا، قفل المخزن كان مفتوح مش مكسور. فقامت رايحه بسرعه في الدايره وعرفت ان اوفيليا كانت بتهرب، بس البنت فضلت تقول لها انا هاجي معاكي، لحد لما هربوا سوا هما الاتنين. ولكن للاسف كانوا موجودين وراهم، وبتنحبس البنت في الغرفه. اما مرسيدس بيبدا التحقيق معاها وقال لها انه عاوز كل الأسامي، وهي بتقول له أنا قدرت أكون بينكم من غير ما تحسوا. وبعد كده بيروح لعند أدوات التعذيب، وهي بتطلع السكينة وبتفك نفسها بسرعة وطعنته في ظهره وكمان في صدره، وعملت له عاهة مستديمة في وشه. وبسرعة خرجت لبره وخرج وراها، وعلى طول فضلوا يطردوها وسط الغابة لحد ما قدروا إن هم يحصروها. وفجأة كده بدأ يتضرب عليهم نار، ودي كانت المقاومة. وإنه كده بدأ الهجوم لحد لما قدروا إنهم يخلصوا على كل الجنود. وبيظهر بعدها أخوها أندرو، وفي نفس الوقت ده جت الجنية من تاني لعند البنت وكمان ملك الغنم، وقال لها أنا هديكي فرصة تانية، وقال لها كمان وعديني إنك هتعملي كل اللي أقولك عليه من غير أي أسئلة. وبيقول لها إنها تجيب أخوها الصغير لعند المدخل من تاني. لما سألته ليه قال لها من غير أي سؤال. فبتقول له هجيبه ازاي والباب مقفول؟ فبيقوم يديها تباشيرة. وفي نفس الوقت ده البنت راحت لهناك علشان تاخد الطفل، وبيوصل الجندي وقال له على الهجوم اللي حصل. اما البنت فقامت تلعب بسرعة وحطت المخدر في عصير تفاح بتاع القائد. ولما راح عند المساعد المصاب قال لهم انهم كانوا كتير وانه ما عادش فاضل جنود عندنا. وبسرعة البنت اخدت اخوها. وبعد كده القائد بيشرب عصير التفاح، وبعد ما شرب وشاف البنت وراه وقال لها إنها تسيب ابنه، ولكنه بدأ يحس بالدوخة فمسك السلاح وبسرعة البنت هربت. يقوم هو رايح وراها وكان الهجوم بيتم على المعسكر خلاص. وبعد كده وصلت مرسيدس وما لقتش البنت اللي فضلت تجري لجوه الغابة لحد ما دخلت لجوه المتاهة، وكان نهاية الطريق مسدود فانفتح لها باب سحري وبعدها بيتسد من تاني. أما القائد ففضل يلف في المكان. أما ملك الغنم قال لها برافو عليكي، خلص الأمر اكتمل
الجمل وهات الطفل، وهو كان موجود معاه خنجر. ولما سألته قال لها عاوزين منه قطرة دم نقية، ولكنها هترفض إنها تضحي بأخوها. فبيقول لها ملك الغنم أنت كده بتتخلي عن العرش. ولما وصل القائد لقاها بتكلم نفسها، بس ملك الغنم كان موجود قدامه وعمال بيتكلم معاها ومحدش بيشوفه غير البنت بس. فأخد منها الطفل وقبل ما يمشي خلص عليها ضرب عليها النار. ولما طلع لبره لقى المقاومة في وشه، فبيسيب لها الطفل وبيقول لها عرفيه كل حاجة عني لما يكبر والساعة اللي أنا مت فيها. فهي بتقوله مش هخليه يعرف عنك أي حاجة أبدا. وبعد كده بيخلصوا عليه، وبسرعة دخلت جوه المتاهة ودمها فضل يتناقص لحد عند البوابة. وفجأة كده بتلاقي نفسها في عالم تاني خالص، والملك كان عمال بيقول لها قومي يا بنتي. ده حتى أمها كانت موجودة مع أخوها الصغير، وكان واضح إنهم عملوا اختبار علشان يشوفوا هتتخلى عن أخوها ولا لأ. وظهرت الجنيات وكانوا لسه حيين، حتى ملك الغنم هو كمان، ورحبوا بالأميرة من تاني. ولكن في عالم البشر كانت خلاص ماتت. وبس كده. ولو عجبكم فيلمنا ما تنسوش تشتركوا عندنا، وسلام.